Audio Jungle. Audio Jungle. اهلا بكم في قناتنا فوق كيتشن. كل سنه وانتم طيبين. طبعا الناس زهقت بقى في اكل رمضان وزهقنا من المطبخ بصراحه، فقلنا نعمل النهارده حاجه خفيفه كده، جلاش بالجبنات والزيتون والبسطرمه. طريقه حلوه وسهله وخفيفه وما تقفش كتير في المطبخ. طبعا الصيف بقى هيبقى هيجي بقى والحر وكده، فعايز اكلات خفيفه وسريعه وما تقفش كتير في المطبخ في الحر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هوريك بقى طريقة الجلاش، وهنعمل نوعين، نوع بالبسطرمة والزيتون والجبنة الرومي، ونوع التاني بالتونة. اللي حابب يعمل الطريقة دي يعملها، واللي حابب يعمل بالتونة يعملها. طريقة سهلة وبسيطة والمكونات يعني في اي بيت موجودة في اي بيت. يلا نشوف الطريقة مع بعض. هنشوف الطريقة بقى مع بعض. بنجيب كيلو جلاش من اي مستلزمات الحلواني. نجيب من عنده الجلاش، بجيب الكيلو جلاش انا، ومعانا بسطرمه، معانا جبنه رومي براحتك. اي حشو براحتك، فراخ، لحمه مفرومه، اي حاجه، طماطم وطبعا فلفل اخضر، ما كانش عندي فلفل الوان. زيتون شرايح. هنبدأ احنا دلوقتي. انا بعمل السمنة اهو. لازم تعملي طبقة من السمنة في ارضية الصينية. انا بقطع بقى الجلاش على قد بالظبط الصينية، عشان تبقى بالظبط طالع بالظبط على قد الصينية. بتحط الصينية كده على الجلاش، وتقومي بالسكينة تعملي حواليها وتقطعيها دوبك يبقى نفس طول الصينية، عشان ما تدوخيش نفسك. اول واحدة طلعت مقطوعة مش مشكلة، كل ده بيتضرب في الحشو. عندك واحدة مقطعة واحدة مكسرة، ما بيجراش اي حاجة، كملي، مش هيعوقنا اي حاجة يعني. حاجة بقت غالية واي حاجة بتظبطيها. هنعمل بين كل طبقة وطبقة مسحة من الزيت او السمنة المتاح عندك، اعملي بيه. بين كل طبقة وطبقة نظبطها. انا بقى لسه برضه بظبطها هون. انا بوريكي بس اللي هي نفس مقاس الصينية بالظبط لما قطعتها من الجوانب. تقعدي بقى تجيبي ورقة ورقة، جلاشة جلاشة، السبع تعملي 9 طبقات، 9 فوق، 9 تحت، والحشو 9 فوق. هتطلع سمكها حلو وتطلع مظبوطة. ما بين ورقة وورقة بنعمل السمنة، وتظبطي بقى من الجوانب وتظبطها خالص، وتقومي حاطة بقى السمنة بتاعتك عشان ما تلزقش. في بقى اللي انا قطعته اللي حوالين الصينية، تحطيه بردك بين الورقة والورقة، مش بيجرى اي حاجة. كل ده ما بيبانش خالص وانت بعد ما تسويها. شوف انا قطعته كله عشان ما نرميش اي حاجة خسارة. بتقطعي الحواف بتاعت اللي بيطلع من المقاس بتاع الصينية، تحطي الصينية على الجلاش وبتطلعي الحواف اللي حواليها تبع ما المقاس بقى تبع صينيتك. بصي انا برصصه ما بين الطبقات، ما بيجراش اي حاجة، ما ترموهوش. بتحاولي بقى تظبطي الصينية بتاعتك. انا ظبطتها وفصلت الكاميرا شوية وظبطتها هنبدأ بقى نحط الجبنة الرومي. انا جايبة الكيس المشكل ده، بيبقى جبنة رومي على شيدر على موزاريلا، اي حاجة، اي نوع تختاري انت من السوبر ماركت، بس ما بتكون الجبنات المشكلة دي بتبقى حلوة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بتحشي بقى براحتك اي حشوة عندك في البيت، اعمليها.
لحمة متعصجة، لحمة مفرومة متعصجة، حبة جبنات عندك فايضين في التلاجة، ظبطيهم وحطيهم في الجلاش، وبتبقى أكلة يعني الدنيا بتمشي. أي حاجة في التلاجة ظبطي بها أي أكلة. بواقي جبنات، بواقي بسطرمة، بواقي جبنة رومي، بواقي زيتون، لم كله وتظبطيه في الجلاش، بيبقى تحفة بصراحة. ولسه كمان هعمل لكم الجلاش بقى اللي على البوتاجاز، ده هيتعمل في الفرن. اللي هيتعمل بقى على البوتاجاز اللي هو بيبقى مربعات كده، الجلاشة مستطيلة كده، بيبقى شكلها بردك تحفة، بس بتبقى في المقلاية على البوتاجاز. هبقى بردك عامل لكم الطريقة دي سهلة بردك وحلوة للي ما عندهاش فرن. بنحط طبعا الجبنة الرومي على ال الخضار بقى بتاعك براحتك. عايزة تحطي جزر في النص ما فيش مشكلة، عايزة تحطي بزلة، ناس بتحط بزلة وجزر، براحتك. الحشوة دي انت تتبع براحتك ومزاجك. هنحط كمان الزيتون. انا بحشيها من في النص، وبقفلها تاني بالجلاش التسع طبقات زي ما اتفقنا عليها. وفي نفس الوقت بعدها بقى كمان بردك بحط جبنات من فوق وبتاع كأن فطيرة. إيه، يعني بتحسيها ان انت كأنك بتاكل فطير، مش جلاش خالص. بحشيها من جوه وكمان من على الوش. انت وراحتك، عايزة تحشي جوه براحتك، عايزة تحشي على الوش براحتك. ف ده حاجة براحتك، وانت يعني براحتك في المطبخ تعملي انت عاوزاه. هنحط تاني الجلاش، وهنحط بين طبقة وطبقة. هنظبط بين كل طبقة وطبقة، هنظبط مع بعض. بقفلها هون، وهحط بردك على الوش كمان. معانا كل طبقة وطبقة هنحط 9 طبقات زي ما قلنا. هنيجي بقى كمان، انا خلصتها، هحط بردك عليهم حبة جبنة رومي تاني على الوش بقى. انت بقى بتطعمها براحتك، الجبنات براحتك، عايزة تحط بس جوه براحتك، عايزة تحط على الوش براحتك. ده حاجة ذوقيا منك. طبعا طبعا كل تبع امكانيات كل واحد يعني. عايزة تحشي بس في النص مفيش مشكلة، بس انا بعملها كأنها فطيرة كده، بتبقى تحفة بصراحة. اعملها نفس الطريقه دي. واكتبي لي بقى في التعليقات وعجبتك وقولي لي يعني طلعت ازاي، النتيجه بتاعتها ايه. بس بصراحه الطريقه دي بتبقى ممتازه قوي وجميله بصراحه. هنقفلها هون ونقطعها بقى بالسكينه، بقطعها مربعات. انا خلاص فرشتها، خلاص بقفلها من الجوانب اهي. هتقطعها بقى بالسكينه كده قبل ما تسقيها باللبن والبيض. لازم تقطعها الاول، ما ينفعش بعد ما تسقيها وتدخلها الفرن ت... تسقيها باللبن والبيض، ما ينفعش. امشي بنفس الطريقة هتاكل احلى جلاش بالجبنات. معانا معانا بقى بنقطعها هون. بوريك كل حاجة بالتفاصيل عشان اللي حابب يعمل زيها بالظبط يعمل، والنتيجة ان شاء الله مضمونة. بتكلم معاك بكل امانة هو عشان تطلع الحاجة مظبوطة. حطوا لايك يا بنات، ودعموا القناة عشان يوصلك كل جديد مني. قطعناها خلاص. هتجيبي طبعا ايه بقى، هتجهزي بقى تسقيها بايه. عندي في الطبق ده فلفل، ربع فلفل، ربع ملح، ربع بهار لحمة. معانا بيضتين هحطهم في المطبقية اهو. معايا بيضتين على كل صينية كبيرة الحجم ده، بيضتين وكوباية لبن، متعملش اكتر من كده، تطلع مورقة وجميلة. ربع فلفل، ربع ملح، ربع بهار لحمة عشان زفرت البيض طبعا، وكوباية اللبن، وتقومي ايه مقلباها مع بعضها. تقلبيها، لازم تدوبي خالص الملح مع البهارات والبيض واللبن. على كل صينية كبيرة من دي المقاس الكبير دون، كوباية لبن وبيضتين.
تاخد في الفرن بتاع ربع ساعة. انت برضك لازم تتابعيها، سهلة وبسيطة وفي ثواني بتتعمل. طريقة سهلة خالص. اللهم بارك. بتاكليها في فطار، في غدا، في اي وقت بتتاكل، زي عاملة زي البيتزا بالظبط. هندخلها الفرن بقى ونعمل اللي هي ايه، بالتونة. هنبدأ بالتونة بقى. الجلاش بالتونة ده يا جماعة جربوه، تحفة. في ناس كتير هتقول التونة لا ده زفارة بتاع. لا بصراحة التونة تحفة تحفة تحفة. هبدأ افضي علبتين التونة اهو في طبق. بوريك اللي فيه جلاش تاني اهون. بقيت الصينية بتاخد نص كيلو، 9 طبقات تحت والحشو، و9 طبقات فوق. اي صينية بتاخد نص كيلو طبعا، بقى تبع حجم الصينية برضك. انا قصقصتها برضك من الجناب على قد مساحة الصينية. وبفتح علبتين التونة اهو. لازم تفضي التونة في طبق عشان تبهريها. التونة بتبقى ناقصة ملح، ناقصة بهارات، تظبطيها. بتحتاج برضك ربع معلقة فلفل اسود، ربع معلقة كمون، وحبة ملح بصوت، وحبة خل. التونة بقى ما بنسقهاش ولا بلبن ولا ببيض. يعني يا دوبك التونة والجبنة الرومي والطماطم او الفلفلة اللي عندك، تبع رغبتك يعني. التونة عشان يعني بتبقى ما ينفعش فيها لبن مع بيض مع التونة، مش زي الجبنات. هنا هنحط البهارات اهي، لازم تنكهيها عشان هتديلك طعم تحفة تحفة في الجلاش. عشان هي طبعا بتيجي في العلبة ناقصها ملح، ناقصها خل، ناقصها يعني التتبيلة بتاعتها. تتبيلها زي ما انت شايفاها كده. خليكي معايا واحدة واحدة، تاكلي احلى جلاش بالتونة. معايا قدام حضرتك يعني، معايا هو الجبنة رومي كمان، ومعايا الزيتون. هبدأ بقى نحطها في الصينية. لازم تجهزي كل حاجة حواليكي، ويكون المطبخ بتاعك منظم، ومظبطة كل حاجة عشان تظبطي براحتك الحاجة ما تتعبيش. اهم حاجة النظام والنظافة في الاكل، وفي طريقة الاكل، وفي كل حاجة. النظام بيريح. اللهم بارك. طلعوا صينيتين تحفة تحفة تحفة. طبعا يعني بين كل صينية، بين كل ورقة وورقة برضه هنعمل نفس النظام اللي عملناه في الصينية الأولى. بس هنا بقى يا جماعة أنا نسيت في اللقطة دي إن الفيديو فصل معايا الكاميرا. تحط نص كوباية لبن، عليها معلقة بيكنج باودر، بين كل طبقة وطبقة. أنا عملت في الصينية الأولانية بس اللقطة دي ما جتش للأمانة. يعني لازم تحطي حبة حبة لبن، نص كوباية، ربع كوباية براحتك. عايزة تضيفوه مع السمنة على مطبقية السمنة، وانت بتعملي عادي اللبن مع السمنة مع نص معلقة بيكنج باودر، أو معلقة صغيرة اللي هي معلقة الشاي الصغيرة. دي بقى بتخلي الجلاش مورق وتحفة. عايزة برضك تدعكيها في يعني كوباية زبادي، وتعملي فيها ربع معلقة البيكنج باودر، مفيش مشكلة. متاح عندك الزبادي، متاح عندك اللبن، اللي موجود عندك اعملي بيه. بس بصراحة بتخلي الجلاش مورق وحلو جدا. بصراحة اللقطة دي ما جتش في الصينية الأولى. الموبايل فصل. بس لازم انا اوريكم كل حاجة بالأمانة. هننزل بقى التونة، احنا تبلنا التونة خلاص. بتظبطها طبعا، تظبطها ملحها، بهاراتها. لازم تظبطي الأكل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبيبي يا رسول الله. اللهم بارك. العلبتين التونة اخدوا الصينية. العلبتين التونة هم يا دوبك الصينية.
إيه عايزه تعملي بصينيه صغيره علبه تونه وتجربي، جربي في صينيه صغيره هتعجبك، ولو عملتيها برضه قولي في التعليقات. دعموا القناه يا جماعه، ودوسوا على الجرس الاشتراك عشان يوصلك مني كل جديد. حطينا التونه، نحط عليها بقى الجبنه الرومي. هالظبطيه دي ما زي ما قلت لك، ما بتحطش ليها عليها لبن ولا بيض ولا حاجه، بتبقى ناشفه كده حلوه. هنحط طبعا بقى الخضار نفس الطريقه الاولانيه، بس بتبقى بقى الحشوات مختلفه. كل واحد بيحب اللي هو بالحشوه اللي هو تعجبك. انا بوريكي يعني نظام الطريقه ازاي، بس انت الحشوه اللي انت حباه اعمليها. هنبدا بقى نحطها الطبقات، طبعا مش هطول عليكم. الطبقات بين كل طبقه وطبقه بردك السمنه. شوف بوريها منظرها تحفه، وفي الاكل اطعم واطعم. جربيها بس. الناس اللي ما تحبش التونه بعد الطريقه دي هتحبيها وتموت فيها. بين كل طبقه وطبقه بتظبطي. اهو دخلناها بقى الفرن. بص لونها تحفه، حاجه اللهم بارك. طريقه سهله وبسيطه، مش هتاخد وقت منك كتير في المطبخ. تبرد بس وهم اقطعها معاكم وتشوف التوريقه بتاعتها وشكلها. هي بصراحه تفتح النفس اهي، وخفيفه. حبه مخلل جنبها اي عصير وخلاص. ما شاء الله اللهم بارك، كيان شكلها تحفه. دي الصينيه التانية بعد ما اتشوت. انا مش عارفه البسطرمه من التونه، بس هي بقى هتبان في الطعم. بس هي بتهيالي اللي قدامنا دي بسطرمه. اه انا قربت اهو لها البسطرمه. التونه ما بتبانش قوي عشان ما بقاش حاطه على الوش تونه، لكن بتاعه البسطرمه بتبقى عشان حاطه على الوش بسطرمه وحاجات بتبان. بدات اقطعها من الصينيه اهي. شايفه التوريقه بتاعتها والتحمير. يا دوبك ما تاخدش نص ساعه لازم تتابعها، تحطها على الرف في النص، تاخد الوش التحتاني وتقومي على درجه 180، وتقوم حطها بقى فوق على الشبكه من فوق على الشوايه عشان تتحمر وتديك الوش الحلو ده. نبدأ نقطعها مع بعض. بوريك بصي التحمير من بره ومن جوه والسمك بتاعها مية مية. نبدأ نقطعها كلها. والصينية بتاخد البيضتين وكوباية اللبن. مظبوطة مظبوطة مظبوطة، المقادير بتبقى مظبوطة جدا. بصي الارتفاع بتاعها تحفة. البيض كمان بينفش بصي من قريب كمان اهو. البيض بينفش الجلاش وبيديله طراوة كده حلو. سبحان الله بيساعد على الرفع. بصي انا بوريك التوريقة بتاعة الجلاش، حاجة اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله. والف هنا والسلام عليكم.